وخدي معاكي شوية ردة للفرختين اللي في السطوح بالمرة. حاضر يا ماما. ادي احنا بقينا لوحدينا. اتكلمي يا ست وردة. والبكا لازمته ايه بس؟ والنبي يا حبيبتي البكا لا يرد مفقود ولا يرجع غايب. اتكلمي يا ستي، الكلام انفع. ابنك يا ست هانم، ابنك كمان. سكتي ليه؟ ما تكملي. ماله ابني؟ عمل ايه؟ شافوه مع بنت زكية في جنينة الشلالات. امتى؟ ازاي؟ من ساعة بس. مصطفى بن المعلم علي جزر النقاش هو اللي شافه. يمكن بيكذب يا ست وردة، ولا يمكن بينه وبين كمال حاجة ولا محتاجة. أنا برضو قلت كده، لكن نقول إيه بقى في كلام الشيخ مكار؟ الشيخ مكر؟ والشيخ مكر ده يطلع إيه كمان؟ صابي عم محمد المصري المزين. مسمينه كده عشان غلبان وعلى نياته. إيه، ما هو الغلبان في الزمان ده بيهزقوه ويدسوه تحت الرجلين. طيب وبنتك زكية في البيت دلوقتي؟ رجعت من شوية وشها زي البنجر وحالتها حال. وكلمتيها؟ قصدي يعني قررتيها؟ ولا حياة لمن تنادي. دماغها وألف زلط إنها كانت بتزور واحدة صاحبتها في باب شاب. طب وكانوا بيهببوا إيه في جنينة الشلالات؟ ما قالكيش ابن المعلم جزر ده ولا الشيخ مكر؟ قاعدين على كرسي خشب بين الأشجار. وعارفة أنهي أشجار؟ اللي ورقها نازل لتحت وعامل زي الستاير الدانتيلا. يا اختي واحنا مالنا اذا كان زي التنتيلا ولا الركامه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما هو الشجر اللي بالشكل ده يبقى عامل زي الخيمه، والناس قلالات الحياه بيقعدوا تحته علشان محدش يكشف بلاويهم. طب ولما هم كانوا قاعدين تحت الشجر اللي عامل زي التنتيلا والخيمه، يبقى جزر ومكر شافوهم ازاي؟ اصلهم كانوا قاطرينهم يا ست ام كمال، ماشيين وراهم من كوم الدكه لحد جنينه الشلالات. بقى كده. والمقروضه اللي تنشك في نن عينيها، عارفه كانت قاعده ازاي؟ قلعه شبشبها اللي ما حلتهاش غيره ومدلدله رجليها في الميه. ميه ايه يا اختي؟ هما كان معاهم جردة الميه؟ هس ولا كلمه، هو اللي بيفتح الباب. اتكلمي في اي موضوع تاني. وازيك بقى كده يا ستي؟ وازاي ولادك؟ بيبوس ايديك يا ست هانم. لا مؤاخذة، انا كنت بحسبك لوحدك يا ماما. معلش، الست مش غريبة. شوف عايز ايه وارجع على اوضتك. ذاكرت لحد فين النهارده؟ لحد خليج زيدر زي. وبتدور على ايه؟ على سجادة الصلاة. هتصلي؟ ليه؟ لا حصلنا صبح ولا مغرب. اصلي حصلي ركعتين لله. السجادة واخداها الحاجة مريم جارتنا تصلي عليها. شوف لك انت اي حاجة وافرشها وصلي. ولا اسمع، نعم. خد الجورنال ده. ايه ده؟ لابورس؟ عايزاني يا ماما اصلي على جورنال فرنساوي؟ يا اخويا صلي على اي حاجة بقى وخلصنا. اقول لك انا عندي جوه مفرش ابيض في منتهى النظافة والجمال. ومشغول بالتنتلة. نعم. يلا بقى واقفل الأوضة وراك كويس. حاضر. هو بسلامته المحروس يا كمال؟ هو يا ستي قطع وقطعة سنينه. وبسلامته بيصلي الوقت بوقته؟ أيام الامتحانات بس. هو اليومين دول عنده امتحان؟ مقدم في التوجيهية عقبال ولادك، لكن مش باين. الحكاية باينة من لبتها. مادام كده بقى أمانة في رقبتك، ما تزعلهوش ولا حتى تجيبيله سيرة إلا بعد ما يمتحن، أحسن بعدين يتأثر ويلا السلام. فيك الخير يا ست وردة، والنبي ما أنا عارفة ودي وشي منك فين. الحق على البنت يا ست هانم، هي اللي غلطانة، وأنا بإذن الله هعرف أربيها إزاي. ست وردة، نعم. اسمعي كلامي وخديها مني نصيحة. اوعي تستعملي معاها الشدة. عمر الشدة ما تنفع في تربية جيل العفاريت بتاع اليومين دول. لا شدة على ايه؟ انا هجوزها. تجوزيها؟ ليه؟ هي عندها كام سنة؟ ماشية في 16 السنة دي. حرام عليكي يا شيخة، دي لسه عيلة. عشان استر عرضها يا ست هانم، ربنا ما يفضح لك عرض. كانت لحد السنة اللي فاتت في مدرسة فرنساوي،
وكانت ماشية عالي. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ خرجتوها من المدرسة ليه؟ ظروف يا ست هانم، ملوش لزوم. خليتك بعافية. ما هو بدري يا ست وردة. بدري من عمرك يا حبيبتي، ربنا يجعله عامر. اروح اشوفها عاملة ايه. خطوة عزيزة وبإذن الله تتكرر في الافراح ان شاء الله. وما وصيكيش بقى ولا يكون عندك فكر بعد الامتحان وحياتك انتي ليا دور معاه انا وابوه، ده لازم يتأدب ويعرف ان الجار له حقوق. كتر خيرك يا ست ام كمال، كتر الف خير. ماما في ايه يا بدرية؟ تعالي اطلعي معايا حالا على السطوح. خير؟ الفراخ جرى لهم حاجة؟ ابدا الفراخ كويسين وبايضين 5 بيضات اهم. الله، امال في ايه يا بدرية؟